السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية من الدوري الإسباني، حيث حقق فريق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه ليغانيس بهدفين لهدف ليحافظ على فارق النقاط مع المتصدر ريال مدريد. استطاع الفريق الكتالوني تسجيل الهدف الأول مبكرا عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة الرابعة، وعدل النتيجة لليغانيس أوناي لوبيز في الدقيقة 71، وسجل هدف الفوز لبرشلونة ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 90. وكان لافتا عدم احتفال ليونيل ميسي بتسجيله الهدف. كما لفت الانتباه الهتاف باسم لويس إنريكي من جانب من الجماهير، والذي قابله تصفير واستهجان من جانب آخر من الجماهير. كما شهدت المباراة تسجيل أقل حضور جماهيري هذا الموسم، وهو ما يدل على غضب الجماهير الكتالونية. أما فريق ريال فاستطاع الفوز على ريال سوسيداد بهدف سجله سامو كاستيخو في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني. ومن جانبه حقق فريق فالنسيا الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين ل0، وجاء الهدف الأول عن طريق ناني في الدقيقة 13، أما الهدف الثاني فكان من توقيع زازا في الدقيقة 45. وتمكن فريق إشبيليا من الفوز على ضيفه أيبار بهدفين ل0، وافتتح التسجيل بابلو سارابيا في الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثاني بطوله في الوقت محتسب بدل من الضائع. ويبدو أن الصحافة البريطانية واثقة من أن مرحلة لويس إنريكي في برشلونة قد انتهت، فبعدما نشرت قبل أيام صحيفة الصان أن سامباولي سيكون المدرب القادم لفريق برشلونة، خرجت اليوم صحيفة ديلي إكسبريس وقالت أن مدرب توتنهام الأرجنتيني بوتشيتينو مرشح لتدريب الفريق الكتالوني الموسم المقبل. أما صحيفة ميرور فقالت أن مدرب ليفربول جورجن كلوب له معجب في إدارة النادي الكتالوني، وأنه قد يكون بديلا محتملا للويس إنريكي الموسم المقبل. في رأيكم من بين الثلاثة من يعتبر أفضل لتدريب الفريق الكتالوني، أم تفضلون بقاء لويس إنريكي؟ وفي خبر مفرح لعشاق أتلتيكو مدريد، فقد حصل حارس الفريق أوبلاك على تصريح الطبي للعودة إلى الملاعب بعد إصابته في شهر ديسمبر الماضي، وسيسافر مع الفريق إلى ألمانيا لمواجهة فريق باير ليفركوزن في دوري الأبطال. ننتقل الآن إلى الدوري الإيطالي، حيث انتصر فريق إنتر على بولونيا بهدف ل0، وسجل هدف اللقاء الوحيد البرازيلي جابرييل باربوسا في الدقيقة 81. أما فريق روما فانتصر على تورينو ب4 أهداف لهدف، وسجل الهدف الأول زيكو في الدقيقة 10، وأضاف الهدف الثاني محمد صلاح في الدقيقة 17، وجاء الهدف الثالث عن طريق باريديس في الدقيقة 65، وقلص الفارق لتورينو ماكسي لوبيز في الدقيقة 85 قبل أن يضيف نينغولان الهدف الرابع في الوقت محتسب بدل من الضائع. وانتصر فريق نابولي بدوره على كييفو ب3 أهداف لهدف، وافتتح تسجيل نابولي إنسيغني في الدقيقة 31، وأضاف الهدف الثاني هامسيك في الدقيقة 38، وجاء الهدف الثالث لنابولي عن طريق زيلينسكي في الدقيقة 58. أما هدف كييفو الوحيد فسجله ريكاردو ميجوريني في الدقيقة 72. نرحل الآن إلى ألمانيا، حيث تعادل فريق بايرن ميونخ مع مضيفه هيرتا برلين بهدف لمثله، وكان أصحاب الأرض سباقين للتسجيل عبر البوسني بيداد إيبيسيفيتش في الدقيقة 22، إلا أن المهاجم البولندي روبر ليفاندوفسكي والذي بدأ المباراة على دكة البدلاء أنقذ فريقه من هزيمة محققة بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت محتسب بدل من الضائع. أما فريق بروسيا دورتموند فصعد إلى المركز الثالث في ترتيب البوندسليغا بعد فوزه ب3 أهداف ل0 على فولسبورغ، وسجل أهداف دورتموند في المباراة كل من الهولندي جيفري بروما في الدقيقة 20 بالخطأ في مرمى، والبولندي ووكاش بيشتيك في الدقيقة 49، والفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 60. وجاءت بقية نتائج الجولة على الشكل التالي. أما جدول الترتيب فأصبح كما يلي. نذهب الآن مع مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث دخل فريق لينكولن سيتي فريق الدرجة الخامسة التاريخ من أوسع أبوابه ببلوغه دور الربع النهائي بفوزه على بيرلي بهدف ل0، وسجل شون راجيت هدف المباراة الوحيد قبل النهاية بدقيقة واحدة. ولم يستطع فريق مانشستر سيتي حسم التأهل أمام هارتسفيلد تاون من الدرجة الثانية، واكتفى بالتعادل السلبي ليجد فريق غوارديولا نفسه مجبرا على إعادة المباراة لحسم التأهل. ونجح فريق تشيلسي متصدر البريمير ليج في التأهل إلى الدور ربع نهائي بعد فوزه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما الإسبانيين بيدرو رودريغيز في الدقيقة 65 ودييغو كوستا في الدقيقة 89. أما فريق ليستر سيتي فاستمر في تخييب آمال متابعيه بخروجه من البطولة بعد هزيمته أمام ميلوول من الدرجة الثانية بهدف ل0، وسجل هدف المباراة الوحيد شون كامينغ في آخر دقيقة من المباراة. ننتقل الآن إلى فرنسا، حيث تمكن فريق نيس من الفوز على لورينت بهدف نظيف سجله ويلان سيبريان في الدقيقة 16، وشهد اللقاء طرد ماريو بالوتيلي في الدقيقة 69 بسبب سبه لحكم المباراة. كان هذا كل شيء. إذا أعجبكم الفيديو قوموا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم الجديد.